السلام عليكم يا جماعة. معانا النهاردة معشوقة الشعب المصري، أشهر عربية في مصر. معانا النهاردة كيا سيراتو كي 3 2016. يلا بينا نبص على العربية. يلا بينا. هنتكلم عن مواصفة العربية. كيا سيراتو 2016 او الكي 3 بتيجي معانا بموتور 4 سلندر 1600 سي سي 2 كامة، بيولد 128 حصان و156 نيوتن متر في العزم، بتوصل بفتيس 6 سرعات عادي مع دفع امامي للعجلات. بالنسبه لعفشه العربيه، العفشه الاماميه عفشه ماكفيرسون، والعفشه الخلفيه تورشن بين متصله، ودي نقطه من نقط ضعف العربيه وهنتكلم عليها بعدين. بالنسبه لتجهيزات العربيه، فالعربيه بتيجي ب2 اير باج، طاره مالتي، مثبت سرعه، فرامل اي بي اس، فرامل اي بي دي، جنود 16، تكييف ممتاز جدا، كاسيت سي دي، فتحه سقف. تعالوا بينا نشوف صالون العربيه ومساحات التخزين فيها. بالنسبه للصالون، فالعربيه واسعه جدا جدا جدا، خاصه من الامام. التابلو بتاعها عصري. الداشبورد هتلاقوا كل حاجه في مكانها. وبالنسبه للصالون الخلفي العربيه ما فيهوش نفق فتيس عالي. قعدته تكون مستريحه جدا، ال3 افراد يبقوا قاعدين مستريحين جدا. بالنسبه لشنطه العربيه، شنطه العربيه واسعه، شنطتها بس فيها شويه كراكيب حبتين، صاحب العربيه مبرطع حبتين، معلش يا جماعه. شنطه العربيه 480 لتر، ودي مساحه كافيه جدا ان انت تقدر تشيل فيها شنط كبيره وشنط كتيره فيها بشكل مريح يعني. بالنسبه لمميزات العربيه بتمتاز بتوافر قطع غيارها، موجوده عند البقال. من الاخر اي بقال تلاقي عنده قطع غيار كيا سيراتو. من اشهر واكتر العربيات الكوري رواجا في السوق المصري. تمام. عربيه واسعه، عربيه نقدر نقول عليها اعتماديه، ملهاش اعطال كتير يعني. الصالون بتاعها واسع، عربيه عائليه، تقدر تستخدمها ديلي في يومك، تقدر طرق سفر تريحك في سفر حتى مسافات بعيده. صالونها واسع، مريحه ان انت تقدر تتحرك بيها. استهلاك البنزين بتاعها كويس، مش وحش. بس بالنسبه بقى لعيوب العربيه، فهي عيوب مش كبيره قوي، بس ممكن تضايق مثلا الشباب اللي بتحب تجري وبتحب تتنطط بالعربيات حبتين. العربيه دي عفشتها ناشفه جدا، والعفشه الخلفيه تورشن بين قطعه واحده، مش مالتي لينك، فما بتديش الثبات اللي انت منتظره من العربيه. فالعربيه من الاخر بتتنطط على المطبات او مطبات الهواء على السرعات العاليه. العربيه بعد ال 130 بتبقى مش مستقره على الطريق معاك، وده شيء مزعج بالنسبه لناس كتير جدا. ده بالنسبه لعيوب العربيه النهارده ما بقتش قيمه مقابل سعر، عشان سعرها المرتفع جدا اللي ممكن بيه تركب اي عربيه من العربيات مثلا الالماني، وهتحس بفرق ركوبه كبير جدا في الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، لان النهارده الاسعار ما بقتش رخيصه. فالنهارده العربيه اصبحت مش قيمه مقابل سعر. نيجي لسعر العربيه وقت نزول الفيديو بيتراوح من 550 حتى 750 حسب الفئه وحسب الموديل بتاع العربيه وحسب الحاله الخارجيه للعربيه، سواء فابريكا بره وجوه، عداد كيلومتر بتاعها عالي، على فئه، اول فئه، على حسب تجهيزات العربيه. السعر بيتراوح من 550 ل 750 الف جنيه. في نهايه الفيديو حابب اشكركم على المتابعه، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكيد ده هيفرق في نمو القناه. كان معاكم كريم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.